رقية الأطفال، جيبوا الطفل عندك، جيب الطفل من سن يوم إلى 15 سنة وقرب فمك من عند أذن الطفل كذا. لا تقول لي ما شرحت، شرح مفصل دقيق جدا والله لو اني مدرس تاريخ. قرب فمك، بسم الله الرحمن الرحيم. خل نفسك ذا اللي كنا نفس طير خليه يدخل بإذن ولدك. اشرب كاس مويه انت الراقي، اشرب كاس مويه زمزم. بعدين قلت حصنت بلا اله الا الله. بعدين جيب ولدك تكون رايق وفايق ومخك شغال ومتوكل على الله سبحانه وتعالى. جيب ولدك عندك. بس الاطفال اسمع الكلام، الحين بتكلم عن الاطفال انا، حتى الكبار، لكن الاطفال يهموني انا. الاطفال اللي عندهم توحد، اللي عندهم فرط حركه، اللي عندهم تشتت، اللي عندهم تبلد في الحس، اللي عندهم غشاوه في النظر، اللي عندهم مشاكل في القلب، وطبيا ما فيهم شيء. لاحظ، طبيا ما فيهم شيء، لان احيانا يكون في شيء طبي تقعد تقرا عليه الليل والنهار وعنده مشكله، عنده مشكله في الاعصاب، عنده نقص اصلا في العقل. هذا ايش تسوي فيه؟ الله قادر على شفائه، لكن نتكلم بالواقع اللي احنا نشوفه، انه طبيا نروح بالطبيا وارقي عليه. قرب هذا الاذن، هذه الاذن هنا، تقرب لين يصير النفس يدخل بداخل الاذن وتبدا ترقي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. كل آية تسكت. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. تمام؟ خلصت الفاتحة تنفث بكل هدوء. لاحظ النفث كيف، ركزوا معي. كأنك قاعد تبرد، كأنه يقول يا أبوي داخل أذني في حرارة، كأنك قاعد تبرد له الحرارة هذه. بس بعدين تعيد الفاتحة مرة ثانية. بعدين بعد ما تخلص الفاتحة تكرر مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة ومرة خامسة ومرة سادسة ومرة سابعة، وتنفثون داخل الأذن هذه مرة يعني تقرأ بالأذن هذه مرة وبالأذن هذه مرة وبالأذن هذه مرة وبالأذن هذه مرة حتى تخلص. ممتاز. اللي يسأل يقول بالأذن اليمين أو اليسار، كلها واحد. وبعدين التنقل أفضل، يكون هنا مرة وهنا مرة، يعني أصد الولد عندي شوي، أصده هنا، أحط إذنه هنا، أحط إذنه هنا. بعدين خوف من انه يكون بعض الناس عنده فيروس كبد، عنده مشكله اصلا صحيه، عنده بعض الناس اصلا حتى يعني يكون عنده مشاكل في النفس، عنده مشاكل باشياء كثير. لذلك احنا نقول اذا جيت تقرا على الوجه حاول بجهد المستطاع انه يكون القراءه، اما على اعتقد اسمها الزبيبه في المنطقه هذه او بين العيون، تقرب فمك من المنطقه هذه وتبدا تقرا عليه سوره الفاتحه في الجبين في المنطقه هذه. والله اعلى واعلم انه منطقة الناصية، ناصية كاذبة خاطئة، الله اعلى واعلم. انا قرأت عنها ولكني ما تدبرتها كثير، انه قيل الناصية والله اعلم انها في المنطقة هذه، حتى منطقة فوق الاذن، منطقة الناصية تبدأ من منطقة الجبين من المنتصف وتنتشر حتى منطقة فوق الاذن. فاحنا نحاول بجهد المستطاع ان تكون القراءة على منطقة الناصية في الوسط، ناصية كاذبة خاطئة. هنا تقرب فمك على راس الطفل في المنطقة هذه وتبدأ تقرأ عليه بكل هدوء في المنطقة هذه. بعدين تنفث عليه بالريق بحيث انه يصل عليه قليل من ريقك في المنطقة هذه وتفركه وتخليه، او على هامة الراس في المنطقة العليا فوق، وتركه. اليوم الثاني المعوذتين وسورة الفاتحة، المعوذتين وسورة الفاتحة فقط على الأطفال، حتى لو لا سمح الله اللي ما عنده خلفية في الرقية، عشان ما تثيرون القرين عند الطفل أو القرينة في يضطرب معكم وما تدرون كيف تتصرفون، أو الكبار أو كذا. تكتفون بسورة الفاتحة وتكتفون بالمعوذتين كرقية على بعضكم بعض حتى يشفى مريضكم. أسأل الله العظيم رب السماوات والأرض أن ينفع بما قدمنا وأن ينفع بما نقول.